السلام عليكم، واش اخباركم؟ كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش مبروكه الصحيحه والسلامه يا ربي، وباش ما تمنيتو واللي مريض الله يشافيه واللي ما عندوش الله يوجد له، وكل شيء يكون ان شاء الله في احسن الاحوال باحسن الظروف، وندوزو ان شاء الله في عباده وفي تقرب من الله، ماشي غير في الاكل وفي هذا الصلاه والصيام ان شاء الله. ان شاء الله اللي قدرنا ان شاء الله يمكن نختموا القران. انا بعدا تنتمنى نختم القران، انا نختمو مره، ولكن تنتمنى نختمو جمرات وثلاثه، لان فعلا الواحد تيحس بواحد الراحه نفسيه في هذا الشهر هذا، والله العظيم الا يكون نصيب العام كله كل رمضان ما كرهتش والله العظيم، لان تنحس بواحد الراحه النفسيه، ما تنحسش بداك الستريس وداكشي تيكون عندنا العام كله. هذا هو تيكون فيه شويه ديال الثمرات طبعا ديال المطبخ وديال الصلاه وديال هذا، ولكن انا ما نديرو، ربي تيعاون والله العظيم، غير تيبدا ربي تيعاوننا عليه. واليوم عندي واحد الوصفه اللي رائعه بغيت نشاركها معكم، راني فايته نشاركها معكم. وصفه اللي ما تتخلي عندي معتمده عندنا من نهار حليت عينيا. هذا هو السلو ديالنا، السلو الفاسي الحقيقي اللي تيجي قطعوه بالموس رائع وما تينشف ما والو، مواد كلها طبيعيه، حتى الزبده انا اللي تنديرها ما تنديرهاش ديال يعني ديال البواطه ولا ديال النباتي، ولا تندير سبيسيال وتيكون داكشي زوين ونديرو تنستافدو منه، ماشي غير تنديرو غير الدام والزيت وهادو، حنا تنستافدو من هذا الشيء، هذا هو اللي تيخلينا باش يعاوننا على رمضان. تنتمنى والله العظيم الا شوف رائع. شوف السلو ديالي ما شاء الله، ملي تديري شي حاجه وتطلع يعني تتعجبك تطلع لك، راه تتحسي بواحد الراحه، واخا تضربي شويه ديال التمر، فيه تمر ما فيش ماشي ساهل، هو فيه تمر شي ديال رمضان، ولكن ملي تديري شي حاجه وتتصدق لك وتجيك مزيانه وتشكرك عليها الناس، راه تتحسي بواحد الراحه وداك التعب كله تيمشي. المهم نهاركم مبروك وصباحكم مبروك وبشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحه والسلامه وراحه البال والهنا، او اهم حاجه الصحه وراحه البال اهم حاجه. يلا مع السلامه، خليكم مع الفيديو حتى الاخر. هذه الكميه ديال اللوز اللي خليت لي انا غادي نزوق بها وغادي نخليها صحيحه، وهذا ماشي الاخرين درتو كما قلت لكم، درتو بقشورو خليه حمرت في الفران وطحنت، درتو بقشور باش نستافدو من ديك القيمه الغذائيه ديال القشور ديال اللوز ما تنضيعوهاش. وما بغيتش نشارك معكم داكشي الغسيل ولا التحمار وداكشي كله، كل واحد كله راه عارفو، الا هاد التعليكه هادي اللي شاركت معكم والتخلاط وهذا، اما كلشي راه تعرف يحمر الطحين وتغسل الزنجلان ويحمرو هذا ما شاء الله كلشي راه عارف. هنا هذه التعليكه ديال الدقيق اللي قلت لكم اللي تندير باش نخلط هاد السلو هذا. هنا بعد ما برد شوفوا اللون اللي ولا فيه غزال. هنا عندي الطحين، انا راه كنت تنطحن وتنحط في السطل، تنجمع تسالي تنقي وتنغسل وتنقدا نطحن تنحمر تسالي. المهم الزنجان هو الاول، الطحين راني كنت دايره الزنجان من الفوق ملي خبيت السطل، انا دايره نص بالنص ديال الزنجان، دايره هنا عندي 2 كيلو ونص، ودايره الطحين 2 كيلو، انا الزنجان دايره اكثر. وهنا كنت نوجد خاصي كلشي في السطل. هنا هذه حبه حلاوه، هذا النافع كلشي دايره من الفرن، وعندي السنجله اللي غندير صحيح اما خليت هذا اللي كتبقى كتجمع كلشي في السطل. هنا عاد مخليه اللوز اللي عندي انا، اللوز بقشورو حمرته في الفران، هذا دار زنجلان، هذا اللي طحنا ما تنطحنش بزاف تخلي شويه هذا، وهذا كله زنجلان. وعندي لتحت لان كنديرها من الفوق في السطل اللي خبيت كلشي تخلط، حيت نوجد ندير في السطل. عندي اللوز اللي انا مخليه بقشورو مسحته ودرتو في الفران تحمر وطحنته واحد الطحنه ما تنطحنش تيتنيل. وعندي عاد مخليه اللي غندير هذا اللوز طحنته درتو بحال شكل املو واللي غندير تعليكه، وهذا يلا طحنته دابا سخون تشوفوا املو هذا هو باش ندير انا التعليكه. عندي هنا الطحين اللي هو تندير تعليكه، ها تشوفوا هاو محمر في الزيت، نعجبو باش نخلط السلو اللي بحال شكل ديال املو تا هو، هادو اللي تيخليو السلو باش يجي مالك. درت عندي الزبده اللي حتى هي درتها حتى وحيد من الحليب وزيت. انا الزبده هذه نبات يعني ماشي نباتيه، هذه الزبده ديال الماكله ديال الحليب ماشي الاخرى يعني ديال التوراق ولا هذه زبده. شوفوا تحمرت حتى حيد من هذاك الحليب وداكشي اللي كحل من تحت،
علاش كنوازيط. هادشي اللي غنخلط به السلو. انا غادي نخلط هنا، انا غنخلط. انا خويت اللوز اللي قلت لكم هو هذا اللوز، انا بقشور ومخليه طاحن، غير ندير طاحنه، ولكن تنخلي واحد شويه ديال ماشي مليل، نخليها حتى تجي ديك المضغه فيه. دابا هنا انا درت كيلو ديال اللوز، يعني هنا كيلو ديال اللوز اللي درت صحيح هكا. انا ما تنديرش كاوكاو الصراحه، هذا من نهار حليت عينيا مثلا ماما الله يرحمها ما تديرش كاوكاو في السلو، تنديروا اللوز واحد حتى على قدو، لان الكاوكاو لو بقى مطول شويه تيغمل. من الاحسن ما يدارش كاوكاو، ولا بغى يدير كاوكاو يديروا، من الاحسن كاوكاو يكون مقلي في الزيت باش ما تيلواش، باش يجي بحال الشكل ديال اللوز. صافي هنا كي قلت لكم انا هنا غادي نخلط، ولكن فاش كنت داكشي كنت موجده ها هو. دابا انا تعجبني حبه حلاوه منها في السلو، درت واحد 3 معالق كبار. هذه حبه حلاوه، شو كلشي مزيان. تعرفوا فانا غندير حبه حلاوه كلها. هنا عندي واحد تقريبا واحد 4 معالق. عندي زنجلان اللي صحيح تا هو، خليت واحد نص كيلو صحيح. انا قلت لكم كنت دايره 2.5 ديال الزنجلان، هذا واحد نص كيلو تقريبا خليته صحيح محمر. الصراحه ينفعوني في الكونجيلاتور، ندير فيهم ربيع، ندير فيهم كلشي كتسالي. من هادشي كنت ندير في الصوت هو شيف. غادي نخلط مزيان، ومن بعد غنضيف ديك التعليكه اللي درت وداكشي اللي قلت لكم. انا قلت لكم هادشي غادي نخلط، ولكن غندير في العجانه. اللي عنده العجانه من الاحسن، اللي ما عندوش العجانه راه تيبغي شويه يدلك باش يطلق لك اللدام ديالو. ما تنديروش يعني اللدام بزاف. انا الصراحه كنا تنطحنوه عند هادو ديال تبعوا داكشي ديال السلوع، تبعوا المواد الغذائيه اللي عندهم ديك الماكن الكبار، تيجي زوين تيجي معلك. ولكن هادي عامين، هادي قلت لي عجبني هاد المضغه هادي. انا واخا تنطحنو عند العطار تنخلي واحد الكميه ديال اللوز صحيح والزنجلان، تيعجبني ديك المضغه انا تكون فيه، ما يكونش كله مدعوق. دابا هنا بعد ما خلطت كلشي عاد غنزيد السوائل، عاد غنزيد ديك التعليكه ونشوف الزبده ونشوف عاد ديك الساعه الزيت اللي خاصني. ما غاديش ندير السكر لان غادي نخلي الوالد مريض الله يشافي الجميع. الناس اللي عندهم السكر من الاحسن ما يضيفوش الحلاوه. هنا غادي نخلي له حقه، عاد غادي نضيف السكر كلاصي. وتا انا ما تنضيفش الحلاوه بزاف. هنا غنضيف واحد القبيصه ديال الملحه ضروري، ملحه واحد ضروري واحد. قلت لكم غنزيد السوائل، غنزيد ديك التعليكه ها هي باقا ديال الطحين وديال داك اللوز اللي انا صاوبش. واحد التعليكه وزاده تيجي بحال الشكل عاملو هاد الطحين هذا. هنا خديت واحد 2 سلايف ديال الدقيق اللي قليتهم في الطحين. العافيه مهيله تا ولا بحال هذا الشكل هذا، ولكن ردوا البال اللي تحرق تطفيو عليه هو بحال هذا الشكل هكا. ومن بعد مع الكوكور تكون سخونه وهذا تنبقى نخلط، تبقاو تحركوا باش واخا تطفيو عليه خلطوا حركوا، لان عاد تيبقاش هاد السخونيه عاد يعطي هذا اللون هذا. هنا غادي نضيف هذا اللوز، هنا ضفت اللوز ومن بعد غنضيف هاد الدقيق هذا. الناس اللي تنقول لك لا ندير طحين الصرا، تندير إلان، تندير زرع الكتان، تندير هذيك راه ماشي سلو هذوك عباد الله. هذاك راه زميت راه تا هو مزيان، ولكن تيبقى سلو بوحديتو وتيبقى الزميته بوحديتها. ولا الطحين ديال الصرا تا هو راه تيجي ناشف، ما تيجي زوين، تيجي ما تيجيش ديك التعليك بحال اللي يجي في السلو هكا. الطحين الدقيق الابيض هو ديال السلو، راه ما تيجيش. الا كان شوف غير الشباكيه، الا كان الطحين حرش راه ما تجيش مزيان، تيخص الطحين يكون رطب. هنا غادي نضيف ديك الزبده. دابا هنا غادي نضيف اللوز اللي خليت، اللي هنا راني تنطحن داك اللوز اللي خليت صحيح، اللوز اللي خليت باش غندير من الفوق. هنا عندي كوسه، هنا بعد ما حكيت الكوسه عندي المسكه الحره، نحط واحد شويه ديال السكر
وعندي القرفه 2 معالق كبار، ولا حتى هي مزيانه تعرفوا الفوائد ديالها. هنا درت تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال القرفه كبار. صافي غادي نخلط، وهانتوما معايا. هنا غادي نخلط العناصر مزيان، غادي يعني غندخل داك النواشف في داك الليدام في داك هذا، تنخلطو مزيان، ومن بعد غادي نديرهم في العجانه، غادي نقسمهم في هذا في العجانه القياس اللي تهز ليه، لان ما عنديش العجانه كبيره، اللي عنده العجانه كبيره راه غيديرو في مره. صافي هنا تتبقى تدلك تيطلق داك الليدام ديالو، اللي عنده العجانه، اللي ما عندوش العجانه تيدلك بيدو ولكن يوجد كتيفاتو. حتى هي راه رياضه. هنا كتشوف راه تعلق مع داك الطحين وهذا، مع داك تتبقى دلك تطلق هذاك الليدام، داك هذا تيطلق الليدام كله. هنا ضفت السكر كلاصي، راه ما تنضيفش حلاوه بزاف. بعد ما حيدت اللي قلت لكم غادي نحيد الوليد الله يشافي الجميع، تنخليه نصوص. وشي الاخر ضفت السكر كلاصي كله، يعني هاد الكميه كلها راه ما ضفتش حتى ربعه ديال الكلاصي. هنا حيدت العجنه الاولى حيدتها، ودرت الثانيه شفتها ما شاء الله معلق. شوفي يا اختي، شوفي قطع بالموس. هنا ممكن نديرو في كبيغطات، ممكن نقطعوه نحتفظوا به في كونجيلاتور حتى هكذا، ممكن نقطعو نديرو في كبيغطات ونحطوه في كونجيلاتور، نديرو بحال الشكل ديال الشباكيه طبقه بطبقه، ونهزو اللي بغينا ونعاودو نردو، تيبقى العام كامل راه ما تتغيرش اللون ديالو. هادي راه خواتك كتعمرها بالشباكيه. ما تتغيرش اللون ديالو، تيبقى هو ولا المذاق ولا حتى حاجه ما تتغير فيه. انا قلت لكم لان الكاوكاو هو اللي تيتغير الا ما درناش كونجيلاتور. الكاوكاو الا كان داك اللي بالقشور وعاد تيتحمر ما تيبقاش، الا كان ما محمرش مزيان راه تيعطي الغميض. اما الا كان مقلي كما قلت لكم في الزيت، داك اللي بلا قشور وهذا مقلي بحال الشكل ديال اللوز، راه ما تيغماش وتيبقى اللون ديال، تيبقى يعني المذاق ديالو العام كله. المهم احسن حاجه نحتفظوا به في كونجيلاتور، احسن حاجه. هنا انا ما درتش العسل، لان حتى العسل راه تينشف سلو، من الاحسن ما نضيفوش العسل. واللي عنده العسل طبيعي حر وهذا بغى يضيف يضيف، اما الا كان غير العسل ديال السكر ما عندناش نضيعوا القيمه ديال هاد المواد الغذائيه، وهذه اللي غنستافدوا منها وتقوينا في رمضان ان شاء الله. ما عندناش نضيعوا داك العسل ديال السكر، خليها طبيعيه من الاحسن. يلا حبايبي شكرا، ما تنساونيش اول مره تشوف قناتي فضلا ويستعمرا اشتراك، تفعيل الزر باش توصلكم كل جديد ان شاء الله. شهوة ديال رمضان، لايك البصيمه ديالكم وكومونتير زوين اللي تيشجعوا. الى اللقاء لفيديو اخر ان شاء الله جديد، دائما الجديد. او ان اهم حاجه الصحه وراحه البال، اهم حاجه. يلا مع السلامه.